تعرفوا ان اشعة الشمس والكبدة البقري وصفار البيض والاسماك بيساعدوا على انك تقلل وزنك؟ معاكم اخصائية التغذية سارة عصام من برنامج معلومة خفيفة. في دراسات أثبتت إنه في علاقة بين زيادة نسبة الدهون في الجسم ونقص معدلات فيتامين د في الدم، وفي دراسات مختلفة بتقول إن الناس اللي عندهم سمنة مفرطة مش بياخدوا احتياجهم من فيتامين د من خلال أشعة الشمس. الإنزيمات في منها بيحتاج فيتامين د علشان تشتغل بالشكل المطلوب، بس الإنزيمات دي عند الناس اللي عندهم سمنة بتكون أقل. طب إزاي فيتامين د بيساعد على نزول الوزن؟ الدراسات أثبتت إن فيتامين د بيقلل من تكوين الخلايا الدهنية في الجسم، وكمان بيمنع تخزين الدهون، وده بيقلل تراكم الدهون. وكمان فيتامين د بيزود مستوى السيروتونين في الجسم، وده الناقل العصبي اللي بيأثر على المزاج وتنظيم النوم. السيروتونين ده ممكن يزود الشبع عندك ويخليك تخس. يعني من الآخر فيتامين د بيساعدك على النزول في الوزن. لما تاخد منه احتياجك اليومي بيحافظ على مستوى الهرمونات في الجسم زي الكالسيتونين وهرمون الغدة الدرقية، بيساعد على نزول الوزن وتقليل الكتلة الدهنية. وطبعا ليه فوائد كتير تانية على الصحة، زي انه بيحافظ على صحة العظم، بيحمي من الأمراض زي السكر النوع الثاني والقلب وحتى الأمراض النفسية. ومن أهم مصادرها الشمس، ولو مش بتتعرض للشمس كفاية يفضل إنك تاخد مكملات مدعمة بيها. وكمان الأسماك والكبدة البقري وصفار البيض والأغذية المدعمة بفيتامين د. ولو عايز تعرف أنت عندك نقص في فيتامين د ولا لأ، اكتبوا لنا في الكومنتات وهنرد عليكم في فيديو تاني.